حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن الحمض النووي او الدي ان اي. الاول، ايه هو الدي ان اي يا رضوى؟ شكرا يا رضوى للسؤال. هو ال DNA اللي هو الحمض النووي عبارة عن سلسلة من الحروف موجودة جوه الخلية بتاعتنا. الخلية بتقرأ سلسلة الحروف دي علشان تترجمها إلى بروتينات، والبروتينات هي اللي بتحدد نوع الخلية. يعني مثلا عندنا الخلايا بتاعة البنكرياس بتصنع بعض البروتينات، منها بروتين الأنسولين اللي بيحدد نوع الخلية إن دي خلية بنكرياس. ممكن الخلية بتاعة الجلد بتصنع البروتينات من ضمنها الصبغة الميلانين اللي بتحدد لون الجلد. فالخلايا بتاعتنا بتقرا الحروف ديت وتترجمها لبروتينات علشان تقدر تحقق الفانكشن او الهدف بتاعها. ايه المكون الكيميائي بتاع الدي ان ايه؟ كلمة كبيرة كده. هو عبارة عن حمض نووي ريبوزي منزوع الاكسجين. فاكرين الحلقة لما كنا انا ورضا بنتكلم على ان كل حاجة حوالينا عبارة عن مادة كيميائية، او جوه كل خلية من الخلايا بتاعتنا احنا عندنا الحمض النووي دوت. هو مش بس موجود في الانسان، لكن كمان موجود في الحيوانات والنباتات والبكتيريا وبعض انواع الفيروسات. جميل قوي يا رضوى، يعني انت بتقولي سلسله من الحروف، يعني زي مثلا الحروف الابجديه كده. سؤال جميل. لا، هو مش الحروف الأبجدية، هو مكون من 4 حروف فقط: A C G T. الأربع حروف دولت بيرمزوا إلى مكونات كيميائية هي اللي بتشكل ال DNA بتاعتنا. جميل قوي. طيب هو الدي ان اي ده موجود فين؟ ال DNA أو الحمض النووي موجود جوه كل خلية من خلايا الإنسان. احنا عندنا تقريبا 37 تريليون خلية. تريليون هو مليون مليون. جوه كل خلية من الخلايا ديت الحمض النووي بتاعنا موجود جوه النواة. موجود جوه النواة لأن هو حاجة مهمة جدا للخلية. الخلية بتحاول تحافظ عليه من ان هو يتكسر، من ان هو يتغير، فهو محفوظ جوه النواة. ولما الخلية بتحتاج تستخدمه علشان تترجم الحروف دي لبروتينات، بتعمل نسخة من الحتة اللي هي محتاجة تستخدمها وتطلعها بره النواة. النسخة هي اللي بتطلع بره النواة، لكن الحمض النووي نفسه بيبقى متحافظ عليه جوه النواة نفسها. فحد هيجي يسأل مثلا إن النواة دي حاجة صغيرة جدا، هي اوريدي الخلية نفسها لا ترى بالعين المجردة. جواها النواة أصغر كمان من الخلية. جوه النواة دي الحمض النووي بتاع الخلية كلها بيبقى متطبق وملفوف بشكل محكم جدا 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 علشان نقدر يحتوي كل الحمض النووي بتاع الخلية. الغريبة في الموضوع، أنا كنت أول مرة لما سمعت الموضوع ده استغربت جدا. لو إحنا طلعنا الحمض النووي من جوه خلية واحدة فقط وقعدنا نفرده كده، نفرده لأن إحنا قلنا إن هو متطبق وملفوف كويس جدا بإحكام، لكن لو فردناه وطلعناه هنلاقي إن طوله هيوصل مترين. تخيلوا الحمض النووي اللي موجود جوه خلية واحدة بس عبارة عن مترين، لكن هو متطبق بإحكام لدرجة ان احنا مش بنبقى شايفينه بعينينا جوه النواة اللي احنا طبعا مش شايفينها. وبيبقى موجود جوه النواة دي متقسم في صورة اجسام معينة اسمها كروموزومات. احنا جوه كل خلية من الخلايا بتاعت الانسان عندنا 23 نسخة من الكروموزومات او الاجسام اللي ورثناها من الاب، و23 نسخة ورثناها من الام. فالدي ان ايه متقسمة جوه الاجسام ديت علشان الخلية تقدر تستعين بيها عشان تصنع بروتينات. مترين يا رضوى؟ يعني طول الدي ان اي اللي موجود في خليه واحده اطول من طول البني ادم نفسه تقريبا. بالظبط. صحيح صحيح. اه، طيب الدي ان اي ده هل هو يعني واحد في كل الخلايا؟ يعني الدي ان اي اللي عندي زي اللي في الخليه دي زي اللي في الخليه التانيه، وهل الدي ان اي اللي عندي زي الدي ان اي اللي عندك بالظبط؟ هو خلينا نبدأ الجزء الأول من السؤال: هل ال DNA واحد في كل الخلايا بتاعة الشخص الواحد؟ فالإجابة كل خلية من الموجودة جوه جسمنا فيها نفس ال DNA بالظبط، نفس تسلسل الحروف هو موجود. هو المترين دول عبارة عن 3 مليار حرف، بيبقوا هم بالظبط. ولو حصل اختلاف أو خلل من خلية لخلية، دي بتبقى حالات فردية، وبيبقى عادة مصاحبة بظهور بعض الأمراض. الشق التاني من السؤال: هل ال DNA هي في كل البني آدمين؟ هي مش هي بالظبط، لكن احنا متشابهين جدا جدا. يعني ما بين أي 2 بني آدمين ال DNA بتاعتهم متشابهة بنسبة 99.9%.
كل الاختلافات اللي موجودة ما بين البشرية كلها هي فقط في فاصل 1%. يعني تقريبا واحد من كل 1000 حرف مختلفين ما بين أي اتنين بني آدمين. دي معلومة جميلة جدا. طب هو دلوقتي الناس عرفت الحاجات دي ازاي؟ يعني الناس برضو كله عايز يتخيل، هي دي حروف جنب بعض عاملة زي الكلمات، فهل حد دخل جوه الخلية وقعد يقرا بقى عشان يعرف فروقات الحروف ايه ما بين الخلية دي والخلية التانية، او البني ادم ده والبني ادم التاني؟ يعني عرفنا منين الفروقات دي؟ انا نفسي بصراحة ان هم يتوصلوا التكنولوجيا ان احنا كده نبص على الخلايا بالميكروسكوب ونقدر نقرا تسلسل الحروف. بس للاسف لغاية دلوقتي التكنولوجيا بالميكروسكوب مش موجودة. لكن العلماء من زمان، من سنة 1990، قرروا ان هم عايزين يعملوا مشروع يحددوا فيه تسلسل الحروف، يعرفوا ترتيب الحروف اللي موجودة جوه الحمض النووي بتاع الانسان عبارة عن ايه. وفعلا فضلوا شغالين على المشروع دوت فترة طويلة، تقريبا 13 سنة، لغاية لما نشروا تسلسل حروف الإنسان. كان ساعتها عبارة عن 11 شخص تطوعوا إن هم يدوا عينات من الدم، والعلماء استخدموا عينات الدم دي علشان يعرفوا تسلسل حروف ال DNA. ومع الوقت بقى بدأنا إن احنا نعرف تسلسل حروف ناس أكتر وأكتر، وبقينا نقارن ما بين الحمض النووي بتاع البني آدمين اللي احنا دورنا وعرفنا تسلسل الحروف بتاعهم، واكتشفنا إن احنا متشابهين أكتر كتير قوي مما كنا متخيلين في الأول. بس طبعا موضوع معرفة التسلسل بتاع حروف ال DNA ده موضوع يطول شرحه، فاحنا إن شاء الله هنعمل حلقة مخصوصة علشان نتكلم عليه بتفصيل أكتر. يعني هم قعدوا 13 سنة يشتغلوا عشان يعرفوا تسلسل الحروف؟ طب يعني واضح ان ده حاجة مهمة. طب ليه مهم ان هم يعرفوا تسلسل الحروف ويشتغلوا 13 سنة عشان يعرفوا؟ هي فعلا حاجة مهمة جدا جدا، لأن احنا زمان ما كناش عارفين احنا الحمض النووي بتاعنا ايه نسبة ال DNA اللي الخلية ممكن تستخدمها عشان تصنع بروتينات. ما كناش عارفين لما بيبقى في حد عنده مرض وراثي معين، مرض منتشر في عيلة، مش بنبقى عارفين ايه سبب المرض الوراثي دوت. لان احنا لو احنا مش عارفين تسلسل حروف الجينات واللي بتكون الحمض النووي بتاعنا، مش هنقدر ان احنا نشخص المرض بتاعنا بدقة، لان احنا مش عارفين السبب. وفي نفس الوقت احنا ممكن نستخدم معرفة التسلسل ان احنا نكتشف امراض وراثية جديدة، ان احنا نعرف لو في انسان عنده لا قدر الله مثلا ورم معين، نعرف الخلل موجود فين علشان نحاول ان احنا نديلهم علاج يبقى مخصوص يعالج الخلل دوت. ففي اسباب كتيرة عشانها بنبقى عايزين نعرف التسلسل، وهنتكلم عليها بتفصيل اكتر المرة الجاية. شكرا جدا يا رضوى. معلش اخر سؤال بقى، عشان قلتي جينات، ممكن تشرحي لنا ايه الفرق ما بين الجين والدي ان ايه؟ اه، كلام جميل جدا. هو ال DNA الحمض النووي احنا قلنا عبارة عن حروف كتيرة قوي. تخيلوا كده ان الحروف دي متقسمة اجزاء، ففي بعض الاجزاء زي مثلا لو كتاب والكتاب متقسم شباتر، الاجزاء اللي الخلية بتستخدمها علشان تصنع بروتين احنا بنسمي الجزء ده جين. فالتلاتة مليار حرف دول متقسمين تقريبا من 22 ل 23 ألف جين. الخلية بتستخدم بعض منهم علشان تصنع البروتينات الخاصة بيها تحديدا. شكرا ليكي يا رضوى.